السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بكم بصحه وعافيه وتكون احوالكم طيبه. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نعمل لكم واحد الجوله خفيفه وسريعه في التيدي. هاد التيندا صراحه كتعجبني وكيعجبوني المنتوجات ديالها، ولكن للاسف جات بعيده عليا شويه، يعني ملي كتاح لي الفرصه مره كنمشي. واليوم كنت محتاجه بعض الحاجات ولكن للاسف ما جبرتهمش. هذه هي الحاجه اللي ماشي مزيانه في هاد التيندا، هي انها دغيا كيتقاداو المنتوجات ديالها. ومشيت وقلت ضروري انني نسجل لكم هذا الفيديو حيت جابوا حويجات ديال رمضان الكريم. صراحه حسيت بواحد الاجواء مزيونه وانا كنشوف ديك الديكورات. صراحه هما اذكياء من ناحيه ديال الترويج للمنتوجات ديالهم، كيعطيو اهميه للاقليات اللي هنايا. دابا واخا رمضان تبارك الله راه باقي له جوج ديال يعني شهرين، ولكن جابوا حويجات كيجيبوا لك الحاجات وكيعملوا اثمنه مناسبه باش كلشي يشري. واكيد حنايا كمسلمين فكنغتنموا الفرصه وكنشريو حويجات اللي كتخلق لنا الاجواء ديال رمضان، نعملوها في البيت ديالنا، نزينوا بها المنزل، وكذلك نخلقوا هذيك الاجواء اللي مزيونه كترسخ في الذهن ديال الاطفال ديالنا ووليداتنا والاسر ديالنا بالعادات ديالنا، خصوصا شهر الكريم اللي كيمثلنا واحد الرمز ديال ديني ومميز. هذاك الشهر هذاك ديال الرحمات، فالله يدخلوا علينا ان شاء الله بالصحه والسلامه والعافيه، والله يبلغنا ليلو ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين. جابوا حويجات مزيونه بزاف، ولكن باقي غير بعض البياسات. هادو اللي كتشوفوهم هادو اللي باقي في هاد التيندا. كنهضر على التيدي ديال الكركل. صراحه حويجات مزيونين والثمن مناسب جدا. هاد السوينيات كيف ما كتشوفوا معايا جابوا الاحجام مختلفه، كاينه صغيره متوسطه وكاينه كبيره. والاثمنه هانتوما شفتوا معايا، الصغيره مره كتمن 2 اورو 3 اورو 4 اورو تينا ماشيه، يعني الماكسيموم ما كتفوتش 5 ديال الاورو. مزيونين بزاف، تعملوا فيهم هكذا تزينوا بهم المائده الرمضانيه ديالنا، الشباكيات، التميرات، الملح، اي حاجه مهم مزيونين. الذهبي ديالهم مزيون بزاف. وجابوا كذلك هادو اللي على شكل صومعات، تقدروا تعملوا فيهم الشميعات وتشعلوهم، المنظر ديالهم رائع جدا. كذلك هاد التعليقات هادو من الخشب، هادو اونيورو، يعني شي حاجه مزيونه بسيطه تعملوهم حتى في البيوت ديال الاطفال ديالكم، كيعطي واحد المنظر مزيون وكيدخلوا واحد الاحساس بالبهجه والفرحه اللي محتاجينها بزاف في هذا الوقت اللي كنعيشوا فيه الضغوط والستريس ديال الحياه. كذلك جابوا هاد الفراقات، الشكل ديالو مزيون بزاف. صراحه التصوير كان يعني سريع عليها، ما عطاهاش الحق ديالهم، ولكن هما مزيونين. كاين الحجم كبير ديالهم كيعملوا 30 ديال الاورو، وكاين الحجم الصغير كيعملوا 20 ديال الاورو. كذلك ديك بحال السليلات هانتوما شفتوهم معايا لتحت، حتى هما الثمن ديالهم جد مناسب. تعملوا فيهم هيدا التمر معمر، تعملوا فيهم الفواكه الجافه، صراحه مزيونين بزاف. وهادو من يعني دائما المنتوجات ديال تيدي معروفه بالصواني، كتجيب اشكال وانواع والجوده ديالهم مزيونه، يعني واخا الثمن يعني مناسب ومنخفض، ولكن ما كيتصداوش وكيبقى اللون ديالهم هو هذاك. هذه مزيونه، هذه الوحيده اللي باقا تما. الثمن ديالها هانتوما شفتوه معايا 4 ديال الاورو، الصراحه الثمن مناسب. وحويجات اخرين اللي متميزه بهم تيدي وجميع التينداس اللي كاينين دابا في اسبانيا كيجيبوا هاد المانتيليس، حيت هما دابا كيوجدون راس السنه والاحتفالات ديالهم. فهاد الحويجات كتكون الثمن ديالها منخفض جدا في هذا الوقت هذا. المانتيليس من غير هاد النبيضات فكتجبروهم غاليين، خصوصا هادو اللي كيكونوا منبتين وكيكون فيهم هكذا اللمعه، كيكونوا شويه زايدين الثمن. ولكن حنايا نستغلوا الفرصه ونقتنيوهم في هذا الوقت هذا بما ان الثمن ديالهم منخفض، ونستخدموهم ان شاء الله في الاعياد والمناسبات ديالنا. صراحه الحاجه اللي جيت عليها ما جبرتهاش، كنت بغيت ديك العلب كبارين الحجم ديالهم كبير، كنحتفظوا فيهم بالدقيق وكيبقى مزيان، ولكن للاسف جبرتهم تقاضاو. وجبرت هذا النوع هذا ديال هذا البوتيس، موجودين وباقي بزاف منهم. جابوا هذا الشكل هكذا، يعني عاملين له هذا الديكور بالسينتا خضراء وحمراء، هما هاد اللونين يعني كيزينوا بهم بزاف في هذا الوقت هذا الاحتفالات ديالهم. حنا ممكن الا كان كيتناسبوا مع الديكور ديالنا ديال الكوسينه نخليهم هكذاك، اولا ممكن نزولوا لهم ديك السينتا ونخليهم هكذا حاسبين ونستعملوهم، نحتفظوا فيهم بالحاجات مثلا قايتاس للعيال، فواكه الجافه، حتى القطاني ما كاين حتى شي مشكل. لا خدينا واحد السيري كبير، صراحه مزيونين والثمن ديالهم جد مناسب. واي حاجه من الزجاج مزيانه للصحه ديالنا، كل ما تفادينا البلاستيك كل ما يكون احسن حبيباتي. واخا
هو واحد النوع ديال البلاستيك يقول لك يعني مقبول بالنسبه للاستعمال في المطبخ، ولكن كل ما يعني بعدنا عليه كل ما يكون احسن صراحه، والثمن ديالهم مناسب جدا، وعندهم ديك الطبه وديك الجلده يعني كيخليو الحاجه مزيانه ما كتبردش. ومن الحويجات اللي كتجبروهم دائما في التيدي هما هاد العلب اللي كتشوفوه معايا، ولكن جابوا هاد الشكل هذا اللي في اللون الاخضر، هذاك خاص بلي كاب كيك اولا ماغداليناس مثلا عدلناهم بغينا نعملوا هكذا نقوموا بشي زياره لشي حد من العائله ولا شي صديقه، كناخذوهم تما كيجي المنظر ديالهم مزيون وكيبقاو هكذا سخيخنين ورطيطبين وما كيقصحوش. المنظر ديالهم كيجي مزيون، كنقدروا نعملوا فيهم الطارطات اولا الكيك كيف ما كان الشكل ديالو دائري اولا مستطيل. الثمن ديالهم 7 ديال الاورو، ثمن جد مناسب. كذلك من الحويجات اللي جابوهم جدادين هما هاد العلب هادو فيهم احجام. كاين الحجم الاولاني اللي شفته كيهوز 500 مليلتر يعني نصف لتر، كل وحده فيها 2 ديال العلب. صراحه الثمن ديالهم مناسب وفيهم الاحجام، والطبه ديالهم كتشد مزيان وديال الخشب، وهذا الحجم هذا كبير بزاف وكيعمل 12 اورو. الثمن ديالو مناسب، يعني تقدروا تعملوا فيه مثلا في الاعياد ديالنا، في العيد الصغير ملي كنحضروا واحد الكميه كثيره ديال الحلوى نقدروا نحتفظوا بها تما، لان الطبه ديالها كتشد مزيان. اولا تقدروا تعملوا فيها اي حاجه في المطبخ، مثلا الزراع، القطني الا كانت عندكم كميه كثيره. المهم الثمن ديالو مناسب. وهاد الجهه ديال البلاستيك فيها الاشكال والانواع، هادو اللي شفتوا معايا حتى هما الثمن ديالو مناسب. ولكن من الجهه ديال البلاستيك ردوا البال حبيباتي دائما للرمز اللي تقدروا تستخدموه، حيت كاينه بعض النوع ديال البلاستيك كتجبروه رخيص بزاف ولكن غير صالح، حيت كيتفاعل مع الطعام ومع الماكله. الا احتفظنا يعني احتفظنا بالطعام خصوصا الا كان ساخن فماشي مزيان للصحه ومضر جدا. هنايا كنكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو، كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده كيف ما كنت انا مستمتعه وانا كنسجل هذا الفيديو. صراحه عجبني الحال حيت جبرت يعني واحد المحل كيبيع حويجات ديكورات عندها علاقه بواحد الشهر، عنده واحد القدسيه كبيره بالنسبه لنا، انهم يجيبوا لك ديكورات خاصه بديك الشهر هذاك، والاثمنه تكون مناسبه. فهذه واحد الحاجه يعني عندها واحد الاهميه وتحسب لهم صراحه. هما في هذه الناحيه ملي كتكون شي مناسبه كيخفضوا في الاثمنه وكيخفضوا في الاسعار وكيعرضوا المنتوجات للجميع، يعني اللي عنده واللي ما عندوش، يعني كيبداو يحطوا الحاجه من اورو تيناماشا، يعني حتى الناس اللي ما عندهمش الدخل هنايا فكيشريو. خصوصا دابا هنايا في تينداس كاملين كتجبر الديكورات ديال النبيضات، يعني الاحتفالات براس السنه كيجيبوا كلشي، لان خصهم كلشي يفرح، كلشي يشري، كلشي يعني كيجيبوا اثمنه يعني مخفضه. فكذلك حتى في هاد الديكورات هادو اللي جابوا يعني الاثمنه ديالهم مناسبه جدا. كنتمنى لو كنا حتى حنايا في الدول العربيه ديالنا والاسلاميه يكونوا هكذا، تكون عندنا هذا الروح التضامن والرحمه في القلوب، يعني يكون واحد الاثمنه منخفضه باش كلشي يشري، ماشي يرجع العواشر وترجع المناسبه واحد العبء كبير على اللي مكلف بالاسره. كيوقع الاحتكار، كيوقع الغلاء في الاسعار في الاثمنه. الحاجه اللي كنستعملوها في ديك المناسبه هي اللي كترجع مفقوده مثلا، اولا الثمن ديالها كيتضوبل اولا كيتضرب في 3. فهنايا صراحه من هذه الناحيه هذه كيخفضوا بزاف في الاثمنه، وماشي غير في الديكورات حتى في المواد الغذائيه. ملي كيقرب رمضان اولا ملي كيكون العيد الكبير كيجيبوا اي حاجه عندها علاقه بديك المناسبه والثمن ديالها منخفض. فميلا جينا مثلا اننا ناخذوا منهم شي حاجه ناخذوها من هذا الجانب، هذا الجانب هذا الانساني هذا، عاد نشوفوا شي حاجه اخرى. واكيد حنايا كنبقاو مسلمين، الاخلاق هي اهم حاجه في الدين ديالنا، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، هذه هي اهم حاجه. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم حبيباتي، فيديو مزيون. وهاد خصوصا هاد باكيتيس هادو عجبوني بزاف، هادو اللي كتشوفوهم ديال الورق المقوى مكتوبه فيهم رمضان كريم كهديه مثلا. ملي يكون هيدا ماجي رمضان نشريو هكذا هدايا لوليداتنا اولا الاطفال ديال العائله اولا الاطفال بيناتهم، يعني تبادلوا الهدايا، شي حاجه مزيونه كتدخل البهجه والفرحه على القلوب. وصافي حبيباتي، شكرا لكم، شكرا على الوفاء ديالكم. كنتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم. كنتمنى تبارطاجيو الفيديو في مواقع التواصل الخاصه بكم وتدعموني بلايك اذا كان الفيديو كيستحق التشجيع. مع السلامه والى فيديو مقبل بحول الله.